بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايزين ننسى الدعاء لإخواتنا في فلسطين، إن ربنا ينصرهم ويرفع راية الإسلام والمسلمين ويرحم أمواتهم وأمواتنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة ممكن يكون موضوع الفيديو مختلف نسبيا عن كرة القدم، برضه زي ما بنتكلم عادي، بس مختلف عن اللي بنقدمه، اخبار وحصريات وصفقات ومباريات والكلام ده. انا النهارده طالع اكلمك عن لعيبه من اللعيبه الشباب، او عن لاعب بالاخص، لاعب موهبه من مواهب الكره في مصر، لاعب من ضمن اللعيبه الناشئين. طب لا طالع تتكلم عليه ليه؟ يعني عايز اعمل سبوت، او اعمل نظرة نسبية على اللعيبة الشباب اللي موجودة ومش بتلعب في أندية القمة زي الأهلي والزمالك. عايزين لعيبة تكون موجودة على رأس، أو اللعيبة دي تتشاف وتكون على رأس الكشافين، والناس تبص عليهم وتتفرج عليهم. ده واحد من ضمن اللعيبة دي، ولاعب متميز جدا بيلعب في فيوتشر اف سي، اللي هي منظمة نادي فيوتشر. طبعا اللاعب ده هو لاعب اسمه عمر وائل. اللاعب دوت لاعب يتميز بالسرعة ويتميز بالمهارة العالية ودقة التصويب طبعا، وأتنبأ له بمستقبل باهر جدا، وإن شاء الله أشوفه في فرق القمة بإذن الله تعالى. طبعا اللاعب دوت بيلعب في الوقت الحالي في نادي فيوتشر، من مواليد 2004. لاعب يقرب على 20 عاما، من اسرع لاعبي الدوري في الوقت الحالي مع نادي فيوتشر. اللاعب ده في الوقت الحالي لعب 3 مباريات او 4 مباريات مع فيوتشر، مصنف من اسرع لاعبي الدوري. تمام. اللاعب دوت الجامب بتاعه متميز جدا. اللاعب ده الجامب بتاعه متميز جدا، وشوف في الصور، او شوف في الفيديو، هتشوف كل حاجه بالتفصيل. احط لك الصور والفيديوهات بتاعته في اسفل الفيديو. تمام. لاعب متميز جدا وبيعمل جامب بارتفاع متميز بيليق بلاعب يلعب لفرق القمه. اللاعب دوت يعني منتقل حديثا لنادي فيوتشر، طبعا زي ما قلت لك في اول الفيديو، وصاحب سبرنت قوي وسريع. بص على الفيديو ده كده، صاحب سبرنت قوي وسريع جدا. لاعب بيتميز بالسرعه، السبرنت بتاعه عالمي حرفيا. يعني السرعه بتاعته كبيره جدا. اللاعب ده بيلعب في مركز المهاجم والهاف ليفت. اللاعب ده بيلعب في مركز المهاجم والهاف ليفت في الوقت الحالي مع نادي فيوتشر. طب اللاعب ده اساسا مركزه ايه الطبيعي؟ وكان بيتم توظيفه الى حد يعني بعض الوقت في مركز 10، لانه لاعب بيلعب يعني اسيستر عالمي جدا، اسيستر عالي جدا. طبعا اللاعب دوت لعب في موسم اول مع اسمنت حلوان، قبل يعني كان بيلعب مع اسمنت حلوان قبل الانتقال لنادي فيوتشر. لما اتشاف من الكشافين بتوع نادي فيوتشر، جروا ليه سريعا ليتم التعاقد معاه، بسبب انه لاعب لاعب حرفيا متميز. يعني تميزه هو اللي خلاه ينتقل بسرعه جدا، وخلى اداره نادي فيوتشر تتواصل معاه. طبعا لعب 11 مباراه، سجل 5 اهداف وصنع 4 اهداف. لاعب الارقام بتاعته بتتكلم عنه من غير اي حاجه. تمام. لاعب في مسيرته كلها لعب 50 مباراه، لعب في مسيرته 50 مباراه، سجل 22 وصنع 30. ليه بقى الصناعه اكتر من التسجيل؟ لان هو اساسا كان بيلعب في مركز 10، ومركز 10 لو تعلمون، او انتوا زي ما انتوا عارفين، ان مركز 10 هو صناعه اكتر منه تهديف. لكن بيهدف ما شاء الله عليه، لعب 50 مباراه مسجل 30. يعني رقم خرافي حرفيا بالنسبه لعدد مباريات وعدد تسجيله الاهداف وعدد صناعته، او مساهمته ب 52 هدف حرفيا في 50 مباراه. رقم كبير جدا، رقم مهاجم مش صانع لعب. تمام. اللاعب دوت في بدايه مسيرته لعب مع نادي شركه النحاس في الاسكندريه، لعب له موسم. لعب مع نادي اتحاد حلوان بالقاهره موسم، واتصاب في الموسم في الدور الثاني مع نادي اتحاد حلوان بالقاهره. اتصاب الموسم الثاني ورجع رجوع قوي حرفيا بعد الاصابه. اللاعب بدا يشتغل على نفسه، بدا يشوف ايه اللي ناقصه، بدا يتمرن في تمرينات جيم على اعلى مستوى، بدا
يرجع تاني ويشوف ايه اللي كان ناقصه قبل الاصابه، وبدا يشتغل على نفسه على اساس ان هو كان اصلا قبل الاصابه كان متميز، لكن بدا بقى يبص على النقط. انا اكيد كان في نقط عندي ناقصه، بدا يشتغل عليها وهو في نادي اتحاد حلوان. وعلى اثر تألقه الفريق ده اتعاقد معاه في اسمنت حلوان في الدرجه الثالثه، وكانت من اقوى مواسمه. سجل وصنع وتألق وعمل موسم استثنائي. وعلى اثر تألقه مع اسمنت حلوان بدأ بقى يشوفوا كشافين في نادي فيوتشر، لانه لعب مباراه امام فيوتشر وسجل فيها وعمل مباراه تاريخيه. بص على الهدف دوت. الهدف ده هو سبب تألقه وسبب انه راح لنادي فيوتشر. عمل مباراه خرافيه، عمل مباراه كبيره قدام نادي فيوتشر، وبسبب الهدف وبسبب التألق الكبير اللي عمله قدام نادي فيوتشر تواصلت مع اداره نادي فيوتشر وتم التعاقد معاه رسميا. ده الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده. بص على السي في وبص على الكلمتين اللي انا جاي اكلمهم مع اللاعب دوت. هو لاعب نتمناه يكون لاعب موجود في نادي القمه، عنده سبرنت عالي، عنده بجامب للاعب متميز، عنده يعني رؤيه على المرمى وتسديدات خرافيه، عنده سرعه وسبرنت، بيقطع من ورا المدافعين، بيطلع طلعات قويه جدا، بيقدر ان هو يعمل كل حاجه في الكوره، وكمهاجم وكهاف ليفت متميز. اتمنى له مستقبل باهر باذن الله تعالى. واستنوا مني طبعا اشوف لاعبين على نفس هذا المستوى كتير جدا، وابدا اشتغل على هذا المنوال، وابدا اظهر لكم او ابين لكم مواهب زي دي كتير. وان شاء الله في كتير مواهب من دي. واتمنى تشير الفيديو ده فضلا منك وليس امرا، لمساعده منك لظهور المواهب دي على قد ما نقدر ونخليها تطلع للقمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.